امبارح في نغمة كده مش عجباني بتاعت ان احنا ما لعبناش حلو وازاي وبتاع وبندافع قوي انت عارف انت عارف انت مين. انت عارف مستوى لعيبتك ايه، انت عارف انت بتنافس على ايه بمين، انت عارف في فرق معاها اضعاف امكانياتك هم فين دلوقتي، اخرهم قاعدين بيعيطوا وبيصيحوا على جنب وبيتريقوا بيصبروا نفسهم. انت فاهم؟ لا تقول انا الزمالك يعني ايه اجي ادافع على ارضي، ما هو عشان انت الزمالك كسبت بره. وانت يعني لاعب ماتشين تكتيكيين الى ابعد حد. شباب بلوزداد تصعد عليك، تصعد عليك عادي، ليه لا؟ انت فاكر البطوله دي ضعيفه زي ما هم بيقولوا؟ لا. شباب بلوزداد دي طلعت المصري وجاب الجون هنا على ارضه. بذمتك انت سكوادك اقوى من سكواد المصري؟ سيبك من ان انت كل ما تقابله بتديله يعني، بس انت كسكواد اقوى من المصري؟ اجابه لا. تمام. افتكر ان انت كنت ممكن تخرج من المجموعات عادي وما كنتش تبقى مستغرب، ما كانتش تبقى فضيحه مثلا، لان كانت كل المعطيات تقول ان انت هتخرج من المجموعات عادي. فانت دلوقتي في نهائي البطوله، فمش عاجبك ان انت بتدافع على ارضك؟ انا عايزك بس تنزل لارض الواقع وتفتكر احنا فين، عشان الغير استثنائي اللي بيحصل دلوقتي طمعك، خلاك تحس ايه ده، هو انا كمان ما بكسبش؟ يا ابني هو انت كويس قوي اللي انت فيه والله، والله كويس قوي. وهو ده اللي هيجنن حبايبك برضو، ان ناصر منسي ورفاقه وصلوا لنهائي الكونفدراليه وبينافسوا على الدوري وانا قاعد بعيط. ما هو ده يعني ازاي؟ وهي حاجه فعلا غير استثنائيه، وعشان هي غير استثنائيه ومش هتحصل تاني، فانت لازم تستغل الظروف. ده اللي بقوله بقى لمعتمد جمال واللعيبه، لازم تستغل الظروف وتجيب اخرها. اه انت النهارده لو ما خدتش حاجه انا احترمك برضو، يعني لو خرجت من الكونفدراليه وطلعت ثالث في الدوري، لو كنت خسرت النهائي لا قدر الله وطلعت ثالث في الدوري، هحترمك على مجهودك طبعا. طب لو خدت الدوري او الكونفدراليه او واحده منهم، هتبقى انجاز هيتحسب لك طول حياتك كمدرب وكلعيبه وكسكواد وكل حاجه، وتقدر تبني عليه بعدين. فلازم تركز في دي. بس انت كجمهور، وده بقى اللي ما عجبنيش امبارح، الجمهور جاي يحتفل وفلان وعلان والمشاهير، وانا اصلا كنت قاعد يا جماعه في الدرجه الاولى، كلها بلوجرز وكلها ناس عماله تصور وكلها ناس واللي عايز ياخد لقطه مع فلان واللي عايز يصور اعلان وكلها مشاهير وكلها جايه تحتفل. طب لو كنت خسرت، طب لو كنت خرجت، كان هيبقى منظرنا كلنا عامل ازاي؟ ارجوكم ما تستغلوش اللقطه، لسه ما عملناش حاجه. امبارح كمان كان الجمعه والجمهور بقى كتير قوي، والناس اللي جايه من المحافظات واللي جاي بعيلته واللي جاي واللي جاي واللي جاي، فده اجواء كرنفاليه، جمهور جاي يحتفل مش جمهور جاي يشجع. ده اللي كان قلقني امبارح. لسه ما عملناش حاجه، بس يعني تطلعاتك لازم تبقى على قد الامكانيات. كل بس ما تعوز حاجه زياده من الفرقه دي، افتكر من شهرين كنا عاملين ازاي. تمام. حاجه تانية، حبيبك اللي بيتريق الكونفدراليه ضعيفه، بطوله الضحك. طبعا انا فاهم ان ده صياح وبيضربني والله ومتكيف قوي منه، بس يلا انت بجح قوي. يعني يعني ده لسه الترجي ما شالش بتاعه من عليك يلا. يلا انت لسه ما قمتش من على بتاع الترجي يلا. ده خدك رايح جاي على الهادي خالص. اللي خد رايح جاي من صن داونز برضه، الترجي اللي هو ضعيف فشخ يعني، بهدلك كلك. فايه البجاحه دي؟ عامل بيفكرني والله عارف واحد مراته خلعته وبهدلته، فجي واحد بيتجوز جاره، عمال يقول له انت ليك نفس تتجوز؟ ده حتى مراتك وحشه، ما لو كنت متجوز واحده زي اللي انا كنت متجوزها الحلوه. طب هي فين يا ابني؟ ترجع لها يا دكر. طيب هو ده الاهلاوي. اصل هيقول ايه؟ هيقعد يصبر جماهيره بايه؟ لازم يقول لهم اصل البطوله ضعيفه، اصل مش عارف ايه. فتخش الزمالك تفضل يقول لهم انت تلعب فيها يا عم، انت مش تلعب فيها، انت هتلعب افريقيا السنه الجايه عادي. بس انت بتتريق ليه؟ باي وجه حق والله؟ انت فرقتك دي المفروض ان انت كنت زمانك دايس على الدنيا كلها، مش قاعد بتسيح على ضربه جزاء كل يعني ملخص موسمك في الموسم بتاعك في ضربه جزاء. انا بجد والله ما شفتش بجاحه كده في حياتي. عيط يلا بعيد يلا. اخر حاجه استاذ عبد الباسط اللي بيقول عليا لجنه، انا خصيمه يوم القيامه يا سيدي. انا قلت والله ان انت اكيد مش اللجنه بالمعنى اللي هو انت زي فلان وعلان اللي مش عايز اقول اساميهم اللي يروح يقبض اخر الشهر. بس يا سيدي، انت مش لجنه، انت انزه واحد في العالم. طيب انت ليه لما جمال جبر بعت لك الرساله وانت على اللايف قفلته في ساعتها وبعدين مسحته؟ ما انت ما قلتش عملت كده ليه برضه؟ انت كل عمال تقول ده خصيمه، انا خصيمه وانا مش عارف ايه وانا ايه وانا ايه وهرد ومش هرد.
زي القضيه اللي عليك، قضيه التزوير اللي عليك، لما قطعت الفار وزورته، محمد عادل رفع عليك قضيه وكسبها ودفعت كفاله مليون جنيه. قعدت تقول كل حاجه هتبان، حاضر اصل وسكت وعديت الموضوع. طب ما انت ما اتكلمتش في دي برضه، ما ردتش في دي. فهمني ليه لما جيمي بعت الرساله قفلت اللايف ومسحته بعديها؟ ما دام انت راجل نزيه وجميل ومالكش علاقه، انا فاهم ان انت صحفي ممكن يبقى ليك علاقه برئيس اللجنه العلميه بتاعه الاهلي، انا متفاهم ده، بس انت ليه عملت كده؟ فسر. لكن انت مش هتفسر، هتاخد ناس بقى في دوكه، وانا نزيه ويوم القيامه يا سيدي على دماغي. ماشي. انا اسف ان انا قلت عليك كده، بس فسر بقى انت ليه عملت كده برضه.